ايه؟ مفيش سلام عليكم ولا ايه يا اشرف؟ عم حسين، حقك عليا، ما خدتش بالي. اصلي مركز في حاجه كده. مركز في ايه كل ده؟ انا بسجل في وثيقه معاش بكره اللي بالدولار. معاش ايه يا ابني؟ انت لسه شاب. امال انا راحت عليا يعني؟ لا يا عمو، انت برضو تقدر تسجل في وثيقه معاش بكره اللي بالدولار. احكي لي اكتر طيب عن الوثيقة دي. وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين بالخارج عبارة عن برنامج تأميني بيوفر الحماية التأمينية وكمان الادخار علشان تحصل على مبلغ تقاعد مضمون بالدولار لما توصل سن المعاش اللي انت بتختاره. وبتصدر الوثيقة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري للمصريين بالخارج، بتكون بالدولار الأمريكي. بتدفع وثيقة معاش بكرة بالدولار مبلغ تقاعدي، وبتختار بين 3 خيارات لما توصل سن الاستحقاق المتفق عليه. يا إما بيكون المبلغ دفعة واحدة، أو بيكون دفعات شهرية لمدة 10 سنوات، أو دفعات لمدة 15 سنة. وسن الاستحقاق هو الوقت الوحيد يعني اللي ينفع استلم فيه مبلغ المعاش؟ لا مش شرط، بيتم دفع مبلغ المعاش باللي يحصل الأول من الحالات دي. لما بنوصل سن الاستحقاق وهو يا إما 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، أو في حالة الوفاة ربنا يبارك في عمرك خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق، أو في حالة العجز الكلي الدائم لا قدر الله خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق. وفي إمكانية تضيف وثيقة لكل سن استحقاق بحد أقصى وثيقتين لكل عميل. وبتصدر الوثيقة بقسط وحيد، ويقدر العميل يضيف أقساط تانية خلال مدة التأمين علشان يزود قيمة مبلغ المعاش أو الدفعات المضمونة الخاصة بيه بدون ما يلتزم بموعد أو قيمة محددة للقسط. وبيتم حساب مبلغ التقاعد أو الدفعات المضمونة وفقا لعمر المتأمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق اللي متحدد في الوثيقة. لا وكمان بتدخل الوثيقة سحب نصف سنوي، والجايزة هي زيادة 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة. وبيتم دفع مبلغ الجايزة وقت تاريخ الاستحقاق أو الوفاة بحسب الشروط المتفق عليها، وما بتبقاش بشكل نقدي. طب والله حلو. خلاص كمل انت تسجيل، وانا لما اروح هقول لعمر ابني يسجل ليا في الوثيقة دي، اهو برضه نحافظ على الدولارات اللي معانا، الواحد مش ضامن مستقبله. أيوة يا عمو، دي فرصة كويسة قوي إن الواحد يحوش من دلوقتي عشان يأمن نفسه.